تخيل أن تولد في عالم يقاس فيه الإنسان بحدوده، وأنت الوحيد الذي ولد بلا حد بل بلعنة. قالوا ذكاؤك عبء، وقالوا جسدك لا يتحمل السحر، لكنهم لم يعلموا أن العباقرة لا يكسرون الحدود بل يعيدون كتابة القوانين. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وهيا بنا نبدأ في سرد أحداث الحكاية. في منتصف الليل، ألم وصراخ في الأشجار، شخص يتم حقنه بالمنشطات وإجراء عليه تجارب، اسمه فردان. في هذا البرج المعروف بأنه الأقوى في هذه الإمبراطورية، يقول بنفسه أنه يموت ببطء، ويسأل لماذا شخص مثله يقال أنه يملك عقلا موهوبا ينتهي به المطاف هكذا. التجارب أصبحت تؤثر عليه بشكل واضح، والألم ما عاد يطاق، وفوق كل ذلك محكوم عليه أن يتماسك حتى تنتهي التجربة. الأمر قد تخطى حدود البشرية. أمسكوا الولد وعذبوه بكل الطرق. الولد مسكين ومقبور، ومن شدة الغضب قال لهم: سحقا لكم أيها الأوغاد. كل ذلك بدأ قبل 15 سنة. نشأ في ميتم، وحلمه الوحيد هو أن يصبح ساحرا، لكن مهما اجتهد لم يستطع أن يكون ساحرا، وكل ذلك بسبب حد نمو الرتبة، وكان معنى ذلك أنه بلا موهبة. رغم ذلك كان يتسلل لقراءة كتب التعاويذ، حتى من دون القوى السحرية، فذكاؤه كان استثنائيا. وتمر السنين حتى أصبح باحثا في البرج السحري، وأول بحث له أراه لصديقه، والذي كان بحثا استثنائيا بالنسبة له. شكره فردان على ذلك، وقال أنه كان بحاجة لإثبات أطروحة قبل تقديمها. فعرف صديقه لوكارد أنه أول شخص يراها، وكان فردان سعيدا بأن لوكارد اعترف به أخيرا. ولكن ما عساك أن تفعل عندما يأتيك الغدر من أقرب الناس إليك؟ فلقد قدم الأطروحة كما لو كانت له، وعندما اكتشف الأمر كان الأوان قد فات. قال المدير أن الأطروحة له، ولقد اختفت قبل تسليمها، ثم قدمها لوكارد باسمه. سأله فعلا إن كانت له، أجابه بنعم. قال أنه لم يكن يعلم أن من بين الباحثين العاديين من يملك هذه الموهبة، فقال له أن يأتي في مختبره بعد يومين. ويا ليته لم يفعل، وهكذا تم حبسه بالقوة في مختبر سيد البرج، وصار عاملا بالنهار وعينة التجارب في الليل. وطلب منه أن ينشئ دائرته، وأن يثبت صحة نظرية أطروحته، وأن يكرس حياته للبرج السحري. فحتى لو حاول كشف الحقيقة، كل ما يتلقاه في المقابل كان تهديدات من سيد البرج بقتل من يحب. فقد الأمل وفقد الشغف في كل شيء. تذكر لحظات طفولته وحنين الماضي، والوعد الذي قطعه ليصبح ساحرا. سأل نفسه: لو كانت إمكاناته أعلى بقليل فقط، هل كانت الأمور ستؤول إلى غير هذا المصير؟ سلم نفسه واعترف أن كل شيء انتهى. وفجأة سمع صوت النمل، كان دائما يسمعه في كل مرة عندما يقام عليه التجارب، ويقول بنفسه: كان الأمر أفضل لو مات. وفجأة سمع النملة تتكلم: هذا ليس شعورك الحقيقي، لم ينتهي الأمر بعد، ليس كذلك. من أجل الانتقام والبقاء تماسك واصبر وتحمل مرة بعد مرة. عندها ستولد من جديد، ستتجاوز حدودك. اقتنع بذلك حقا، فالأمر لم ينتهي بعد، قائلا بنفسه: علي أن أصقل نسل الانتقام الذي ظللت أصقله. لو أنني فقط أستطيع حل تلك المسألة التي عجزت عنها. أمام القوة الأعظم الذكاء وحده لا يكفي. إن كان الأمر كذلك فعلي ببساطة أن أتحدى قدري. نظرية تحدي السماء. غدا أنا سأتجاوز حدودي. يقول في النفس: نظرية تحدي السماء التي طال انتظارها، والتي ستمكنني من إعادة بناء جسدي. الآن كل ما تبقى من إثبات النظرية هي تلك الأداة الأثرية التي يمكن أن تسمح لي بإلقاء السحر ولو لمرة واحدة فقط. ومساء الغد سأستعيد حريتي. انقضى الليل الطويل، وأخيرا أشرق اليوم الذي سيضع فيه خطته موضع التنفيذ. فتح عليه لوكارد الباب وبدأ يشمت فيه. قال له: لا تقف مكتوف اليدين، اذهب وافرك بقاء الدماء ورتق الجروح. حال الولد يصعب على الكافر، ولكن بكل هدوء أجابه بنعم. وبينما ينظر دخلت عليه روفالين صديقة الطفولة.
سألها ما الذي أتى بها، قالت أنها جاءت لتودعه، وتذكر أنها ذاهبة للدراسة في الخارج في مدينة فيرنتي. قال لها مبارك لك، آمل أن تسير الأمور على ما يرام. قالت له فردان أرضي ما زال قائما، تعال معي إلى فيرنتي. خلافا لهذا المكان لا تضطر للتعامل مع الحمقى المتغطرسين الذين يستخفون بك هناك. وأيضا جديا، هيا لا تفهم الأمر خطأ، أنا فقط أردت شخصا أتحدث معه، هذا كل ما في الأمر. ناداها وأخبرها أنه سيبقى هنا وسيرسل لها رسائل. وقف يلمحها من النافذة يقول في نفسه أنت لا تعرفين شيئا، لا تعلمين ما الذي يحدث هنا، أنت لا تعلمين حتى ما الذي تعرضت له طوال هذه السنوات. مع ذلك الشيء أنا الذي ممتن لك هو أنك لست متورطة في خطتي. حل المساء وبدأ مهرجان السحر، وهو اليوم أكثر ازدحاما في البرج. بمجرد أن يبدأ مهرجان السحر يغادر جميع السحرة رفيع المستوى ولا يتركون خلفهم سوى المنخفض المستوى. طرق فردان الباب، دخل ووجد هناك المراقب. قال له أن سيد البرج طلب منه تنظيف غرفة الكنوز. قال له يمكنك الدخول لكن إياك أن تخدش أو تفقد شيئا واحدا. دخل الغرفة وأقفلها، قام بتفعيل الأداة الأثرية لحجب الصوت، والآن سيبدأ. وقف أمام الأداة المحاطة بدواء سحرية. يقول لتنفيذ خطته يحتاج للصولجان، وللحصول عليه يحتاج لتعطيل دائرة السحر. إنها تعويذة من المستوى السابع أنشأها سيد البرج شخصيا بنفسه. يقول بنفسه أنه قد أمضى 7 سنوات الأخيرة يدرس كيفية كسرها. يا سيد البرج، دائرة السحر التي تفتخر بها سأدمرها بنفسي. بالخارج، جنود سيد البرج يحرسان البوابة، وبينما هم يتكلمون خرج فردان من الغرفة. طلبوا منه أن يجلب لهم المزيد من العصير، وبينما كل واحد منهم يقول للآخر عندما أكون الزعيم سيكون الشراب على حسابي، فجاء أخرج فردان الصولجان وهاجم الأول. لم يستوعب مساعده ما الذي فعله. قال له كيف يجرؤ جرس حقير مثلك محاولة إيذاء ساحر؟ دعني أصلح دماغك. وبدأ في تجهيز تعويذة عملاقة، لكن بكل تأكيد فردان لن يسكت. أطلق سحرا من الرتبة الثالثة، رمح العظم. لم يستوعب الساحر الأمر حتى اخترق جسده. سأله فردان ماذا؟ أنت مصدوم، لأن فأر تجارب يمكنه إلقاء السحر. هذا كل ما يحدث عندما تتلاعب بالناس أكثر من اللازم. وأخيرا بعدما قضى عليهما وقف أمام مصدر الطاقة برج السحر. يقول في نفسه الآن باستخدام المعنى مصدر الطاقة سأبدأ تحدي السماء. لا يدري ما الذي سيحدث، لكن أيضا لن يعرف بدون محاولة. بدأت العملية وفعل الدائرة السحرية، وبدأ معها إعادة تشكيل الجسد. القوة السحرية تدفقت في كل مكان حتى خارج البرج، مما أدى إلى معرفة شخص ما أن هناك شيء يحدث، ألا وهو سيد البرج. مع سطوع القمر انهدم البرج وأصبح حطاما. خرج منها فردان ممسكا بالصولجان، ولكن بسبب القوى السحرية تبخر. جلس يحلل ما الذي جرى، وما إن كان إعادة بناء جسده قد نجحت. وفجأة لمح شيئا قادما من بعيد، شخص يتجه نحوه بكل سرعة. إنه سيد البرج. ما إن وصل لمخ فردان بالأسفل لم يقدم أي محاضرة، وضربه بقنبلة سحرية. وعندما تلاشى الغبار وجد أنه قد اختفى بواسطة دائرة سحر الانتقال. لم يعجب سيد البرج ذلك، وغضب بسبب تلك الحركة، وقال أن من تجرأ على فعل ذلك سيدفع الثمن غاليا، وتوعد له بالانتقام. بالصباح استيقظ ووجد نفسه بالنهر، ومصدوما من تغير مظهره من لون شعره إلى خدقة عينيه، وكل ذلك بسبب إعادة بناء الجسد. استوعب أيضا أنه قبل أن يتمكن سيد البرج من العثور عليه بادر بالفرار سريعا باستخدام سحر الانتقال، ثم انتهى به المطاف هنا. لم يرى هذه الغابة ولا هذه النباتات من قبل، بمعنى آخر أنه نجح في تنفيذ تحدي السماء والهرب باستخدام دائرة السحر، وأصبح حرا طليقا. ويتساءل كيف يشعر سيد البرج الآن، فبما أن برج السحر قد دمر فليس لديهم سبيل لمعرفة الفاعل أو أنه قد هرب، ولكن هذا ليس كافيا لإسقاط برج السحر.
وعلى الرغم من خسارتهم القوى العاملة فإنه واثق من أن سيد البرج لديه تدابير مضادة، ولكن هذا يكفي في الوقت الراهن، وسيحاول زيادة قوته من أجل انتقامه. قال إنه سيد منذ كل ما بدأه سيد البرج أمام عينيه. ننتقل إلى الغابة مع محاولة الجوبلin فتح أحد صناديق المغامرين. فجأة ظهر شخص من بين الأشجار وضرب بالطاقة السحرية ليقضي عليه. إنه فردار يقول في نفسه أن مظهره العام لم يتغير كثيرا، حتى قدرته على استيعاب الماء لم تتغير، وبما أن الجوبلin يجوبون المكان فلا بد أنه بعيد عن القرية. لمح آثار عربة في الأسفل ويتساءل ما إن سقط هذا الصندوق من تلك العربة. فعل استشعار المانع، انطلق الخيط نحو صاحب العربة والذي كان يركض بكل سرعة. لم تكن المشكلة باصطدام مع قطاع الطرق ولا حتى الفشل في التفاوض، بل الأورك العملاق، ولحسن الحظ أنه كان منشغلا مع اللصوص، ولو لم يكن كذلك لكان في عداد الموتى. حاول الإسراع قدر الإمكان، لكن وفجأة انزلقت العجلات وانقلبت العربة، وعندما وقف على قدميه وجد أن الوحوش في انتظاره. سقط من هول الصدمة وتيقن أنه هالك لا محالة. انطلق الجوبلin نحوه، وقبل أن يقضوا عليه أحيط بجدار الأرض. وعندما نظر الأورك وجد فردان أمامه هو الذي يجهز الشعلة النارية، قائلا أن هذه أول معركة حقيقية له، وهذا مثال ليختبر فيه قدراته.